صار من ايدي. مين سهيل؟ ايه بطيخ سهيل، بكره رايح يتعرف على وحده. إيه ولا يهمك، لك 1000 واحد بيموت على صرمايتك. لسه بتقلي 1000 واحد، قولي لي اسم من بين هال1000. فارس ابن خالتك. قولي على قامتي، لسه كل كلمه والثانيه فارس ابن خالتي. اصلا ما جاب اجلي غير فارس ابن خالتي من انا وصغيره، افتكار لفارس وفارس لبطيخه، ولما جد الجد حضرته راح تجوز غيري. لكن لك ما عم يجي اولاد، بكره فارس بيطلعها وبياخذك انت. الله ياخذني ان شاء الله. فارس ما بيطلقها، فارس بيحبها لمرته. يمكن كاتبت له حجابها. ايه لا كاتبت له ولا شيء، بس انت ما عم تعملي له مثلها. وشو بدي اعمل؟ لك بنتي البسي مثل العالم، اتحمري، اتبودري، شغلي عيونك. لكن انا شلون لفت نظر ابوكي غير بالرقص والفقش والحركات والشركات والبركات، وانت لازم تتعلمي وتساوي مثل حكايتي مشان تلفتي نظر فارس ابن خالتك. امي ما بعرف اعملها لهي، لكون مشان هيك ما لفتت نظر لسهيل. بعدين يعني الله ما انشاف بالعقل انعرف. شلون بدك يعني اتحمر واتبودر وحركات وشركات وبركات وروح على بيت رجال متجوز مشان الفت له نظر؟ ما حلوه لا بحقي ولا بحقه. انت لا تروحي، انا بجيبه لهون لحديت خدمتك. دخيلك لا تجيبيه، انا ما بطيقه لهذا فارس، ما بطيقه. انا بحب سهيل، لك بكفي طوله يوم. ما تسبقك حبك برص، ان شاء الله بتحبك الهي عنكبوته بسبع رجلين. قومي يلا، قومي غيري لي هالاواعي وتعي ساعديني بالمطبخ يلا. قومي قومي يضرب هالجيل. وينك يا عبد الوهاب؟ الله يرحم ترابك، تعال شوف بنتك شو عم تعمل فيني. التفاحة السنوية. بابا بابا حاج تشخرني ادرس. بابا بابا حاجة تهزي بدي أعرف أخفى. بعدين معك بدي ادرس. إيه يلا ادرسي بابا ادرسي، لا تهزي بدي نام. مرحبا. اهلا ماما، ما بدك تباركي له لبابا؟ شو تجوز؟ شلون بده يتجوز؟ ما بيباركوا غير بالجواز؟ لسه ما صار السحب، معقولة يكون ربح الجائزة الكبرى قبل السحب؟ كمان ما بيباركوا غير بالمصاري؟ يلعوا قلبك، بشو بيباركوا لكان؟ إذا ترفع بالوظيفة ما بتستاهل المباركة، مثل قلته الترفيع. لك شو بتخسري إذا قلتي لها مبروك؟ رح تطق البنت على ما تقولي لها إياها. مبروك، بس على شو؟ الحرامية اللي سرقوا التاكسي لقوه. لقوا الأوباش يلي خلوا بابا يتشرد بالبراري بالزلط مثل حي ابن يقظان وموكلي فدى الأدغال. يو إن شاء الله ألف مبروك. لا تفرح كتير يقوم يصير لك شي بعدين. معناها هي بدها حفلة اليوم. خلونا نجتمع المسا هيك نعملنا قعدة. مو اليوم، اليوم أول شغل بالكازينو. على الصندوق بابا على الصندوق. يا عارف يا رجل، كل شوي والتاني بروح بيسلكني قصيدة. يا سيدي ابعث لنا اياها بكره وقت الانتخابات، بركي بيعمل لك كم قصيده. لك شلون؟ يا دوب يبدا بالقصيدة بالمديح ما بيعود يتركك ويحل عنك لحتى يساويك مسخرة. قال شو سليل الصيد الكومات. بكره بنحطه بالخيمه يصب قهوه ويلقي قصايد شعر، ما فيها شيء. تصطفل. إذا أنت حابب تبهدل حالك ويحطوك الناس مسخرة ببعت لك يا جرسون. مور سيد حسان. خذ الله يرضى عليك، جيب لي دخان، نسيان دخاني بالاوتيل. تكرم عينك. سهيل وينه سعيد؟ سعيد شفته رايح لجوا ركض على المطبخ. روح انت لك نروح، جيب له باكيت دخان الاستاذ حسان بسرعه. قوتها مثل العاده؟ ايه مثل العاده. بأمرك انا. شو روحت على حالك 400 ليره؟ لا إني من 400 ليرة. تعرف هذا الشايب اللي فات من هاد؟ مين هذا؟ قصدك على الاستاذ حسان يعني؟ اي نعم، هذا حسان أبرية أخو مكتي.
هلا الاستاذ حسان بيكون اخو مرتا؟ ايه نعم. طيب انت بتعرف اللي قاعد معه للاستاذ حسان مين بيكون؟ بعرفه، هذا المدير العام تبعنا، بس الحمد لله هو ما بيعرفني. طيب يا رجل، اخو مرتك واحد بهالاهميه هي وعم تشتغل مرمطون بالكازينو، خليه يدبر لك هيك شغله مثل العالم مثل العالم والناس. لك شو عم تعملوا انتوا هون؟ ليش مانكم بالصالة؟ وانت ليش ما رح تجيب الدخان؟ انا يمكن مضي الليله كلها بالمطبخ. ليش في حدا بالصالة بتعرفه يعني؟ اخو مرتي. لكن خليك بالمطبخ، علما انه الشغل مو عيب. بعرف انه الشغل مو عيب، بس هذا اخو مرتي حسان الابريقي بيفضحني، بعرفهم بيت الابريقي، لا تسال بيت النايحه عنهم منو. يلا لكن باشا وجلي الصحون بسرعة، وانت سهيل روح جيب دخان بسرعة يلا. ماشي. شبك شلشتيني عم تحوصي، شو القصة؟ شنطتي انسرقت. انسرقت؟ شلون انسرقت؟ ما بعرف، كنت حاططها على الكرسي. أعوذ بالله. قرصون؟ امور استاذ. شو أمور أستاذ؟ جبتوا لنا صحن شبس، سرقتوا الشنطاية، شنطاية الخانم كان معلقتها على الكرسي انسرقت. شو هالحكي؟ سرقت الشنطاية؟ نعم انسرقت الشنطاية. بتشكوا بحدا استاذ؟ شكل حدا؟ بصراحة نحن وفايتين شفت واحد هون ما عجبني شكله، الله العليم هو اللي سراه. بتقدر توصفه استاذ؟ شو وصفه يعني؟ بني آدم مثلنا مثله بس طويل وشوي سمين يعني. طيب هلا بجيب لك اياهم واحد واحد تتعرف عليه؟ إيه فورا بسرعة جيبه لك بنتعرف عليه. معقول هذا الحكي استاذ حسان؟ معقول؟ صدوني نفسي. تلتقى ما بطلع، ما بزحزح من هون انا. الكل طلع وما صار في غيرك. لك يا ابو سام افهم علي، ما بقدر اطلع، يعني ما بقدر اطلع. معناتها انت اللي سارق الشنطة؟ استحي على حالك، وش سرقه، بس قرايبي بالصاله ما بدي يشوفني. يا سعيد مشكلتك انت وقرايبك بتحلها بينك وبينه، اما هون الزبون هو صاحب الامر مو المرمطون. لك اخي مالي طالع، يعني ما بقدر اطلع، بيفضحني ابن الابريه انا. لا تطلع لي خلقي، بخلي الشباب يشحطوا شحطها. لا تنادي لهم، بطلع لحالي، ايدي ايدك. يلا خلص هيك فاهم. شوفوا استاذ، هذا هو شيء. شو في يا خانم؟ هذا هو شيء؟ لا مو هذا. لا مو هاد. عفوا نسيتها بالحمام، بعت لي حمام. يبعث لك حمى، عم نتهم للرجال افتراء. يلا السلام عليكم. سعيد؟ لك شو عم تعملوا؟ لا ما في شيء، زياره بس. عود ممنوع نقعد مع الزباين. عود، انت زبون هلا، في موضوع مهم بدي احكيه معك، تفضل عود. طيب يلا. شوف الاستاذ سعيد شو بيطلب. عفوا سيد حسان الأستاذ. عم بقول لك شوف شو بيطلب، تحرك. شو بتطلب استاذ سعيد؟ كليين مشاوي وكاسوسه حمراء. حاضر. على السريع. الاستاذ سعيد النايحه بيكون صهري. والسبع تنعم استاذ سعيد. شكرا استاذ، شكرا. هو الاستاذ عادل بيكون المدير العام تبعك. شلون؟ موظف عندي بدائرة كثير نزيهة ومحترمة، عم تشتغلي هون قرصون يا استاذ؟ عفوا استاذ، شو بدنا نساوي؟ الطفر جنزير العفاريت. بالدائره عنا ما في شو يعني الظروف، شو بدنا نساوي؟ ظروف. معقول حسان هذا الحكي معقول؟ كمون حق عليكم، دائرة طويلة عريضة تخلوا موظفيكم يضطروا يشتغلوا قراصين؟ يا حسان شو اعمل يعني؟ شم ريحة ايدي انا، ما قال لي انه هو صهرك، شو اسمك انت؟ سعيد النايحه. اسمع سعيد النايحة، نعم. بكره من الصبح بكير بتنزرع قدام مكتبي الساعة 10 صباحا، مفهوم؟ حاضر استاذ، حاضر. قوم سعيد، قوم لي هالبابيون وغير ثياب القراصين ورجع. يلا على السريع. عن اذنكم. صهري جوز اختي بيشتغل قرصون بعد الظهر وما عندك خبر؟ شو بعرفني؟ هلا تذكرت وعرفت، من هيك الصبح كله ما شاء الله مشطوح على الطاولات ونايم، كله موظفين عندي نايمين حسان. غير الحق عليكم. تفضل. يلا تفضل. هلا فيق لك جمانه. ايه فيا. جمانه شوفي سعيد، قومي جاينا ضيوف. قديش الساعة؟ الساعة 3. 3؟ ايه. حدا بيجيب معه ضيوف الساعة 3 بالليل؟ مين هذا قليل الذوق اللي جاي معك؟ اخوكي هو عزم حاله، مو انا عزمته. أخي حسان هون؟ ايه هون، ما بدك الا الشارع. تفضلي.
اهلا وسهلا اخي. شرفت. اهلين اهلين اهلين. اهلا اخي، تفضل. بشرفك اختي، ما عم تسبيني؟ لا ولو اخي، اهلا وسهلا فيك. بس بتعرفي يا جمانة، أنا كتير مزعوج منك ومن سعيد. خير ان شاء الله ما في شيء. يعني شلون سعيد بيشتغل بكازينو بدون ما تخبروني؟ وليش لحتى نخبرك؟ عفوا حسان، انت مالك وصي علي. مالي وصي يا أخي، مالي وصي، بس تذكروا إنه عندكم قرايب. إيه، انت حطيت علينا شرط من اول ما تجوزنا انه اذا احتجنا لشيء ما نجي لعندك. أوف 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 أوف، من 20 سنة متذكرين لهلا؟ ما سويت شيء خلينا نغير موقفنا. من 20 سنة حضرتك مو فايت على بيتنا إلا مرتين. دخلك أنتوا كم مرة فايتين لبيتي؟ اخي هلا مو وقت العتاب، نحن بنحبك وما بنرد لك الا الخير، خلينا نطوي صفحة الماضي. يا ستي اتفقنا، وهلا بتعملوا مثل ما رح أقلكن. أنا ما بيهون علي يكونوا بيت أختي محتاجين. ما لنا محتاجين نحن. بلا محتاجين، ليش لحتى نخبي على اخي؟ حتى إذا محتاجين نحن ما بنطلب صدقات. الصدقات قال مو صدقات يا عمي، أنا بمركزي ومعارفي بأمن لك ظروف عمل أفضل. أنا ما عندي مانع، بس من غير منية ها. ايه ما عم يمننك، شايفه عم يمننك شيء؟ بكرة بيمننا، بعرفه طول عمرك يا زبيبة. هلا بلا زبيبة ولا عود يا سعيد، ما بصير تحكم سلف. أنت اسمعني بالأول بعدين احكم. سامعك. أول شغلة بتروح بكرة لعند عادل. رايح. خلاص اتفقت أنا وياه. وإذا حابب تشتغل بعد الظهر بأمن لك شغلة تليق فيك كصهري. تليق فيي كبني آدم. ماشي ماشي مثل ما بدك. خذ وسيك. بكرة بعد ما تروح لعند عادل بتمر لعندي على الأوتيل، بس قبل ما تيجي بتتصل بالتليفون لحتى تشوفني إذا كنت موجود ولا لا. ماشي. منيح اللي كان عادل معي مو واحد تاني، كان فضحني. يلا تصبحوا على خير. خليك نام هون اخي. ايه بنفرش لك هون على الكنباية. لا لازم روح على الأوتيل، هلا بيجيني تليفونات. بكره الصبح بتروح على الاوتيل، هلا ما حدا رح يتصل فيك. بالعكس هلا بتبلش تليفوناتي. الله معك اخي، مع السلامة. شو هلا ببلش تليفوناته؟ لك شو بيشتغل رقاصة؟ لك ايش بكوا؟ مبوزمين؟ كأنكم قاعدين بمكتب. اضحكوا، فرفشوا، افتحوا دروجكم مثلكم مثل غيركم، بدكم تروحوا على البيت تلاقوا حالكم ملانين. معكم عملة، يونيتشي؟ كان قصدي ثناء ثناء شو بك ثناء؟ كأنك زعلانة. متخانقة أنت وأمك بالبيت شي؟ لا ماني متخانقة أنا وأمي بالبيت. سهيل لساتك بدك تروح مع سعيد اليوم؟ طيب ما بدنا نروح نشوف أنا المخلوقة؟ ما بنصحك. ليه؟ يعني البنت اللي منقي لك إياها سعيد ما بتلايمك يا سهيل. ليه؟ في حواليها مسموعيات. مسموعيات؟ انت شو عرفت؟ يعني صار معرفة على أكثر من 10 ولا واحد فيهم زباط. طيب ما عرفتيني ليش ولا واحد منهم ضبط؟ الله أعلم، بيرافقوها شهرين وبيتركوها. ثناء أرجوكي ثناء، احكي بشكل واضح، ما عم بفهم عليكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي بصراحة البنت سهلة المنال ولقوة تشد إيدك ومسروعة وما بتنحوى ببيوت وما في واحد عم يرضى يضبها. سهلة المنال ومتنحى ببيوت ما في واحد عم هي مواقف فظيعة. طيب يا ثناء، بجوز هي القصص كلها يعني شلون بدي لك اشاعات، لانه الناس عدم المؤاخذه عندنا هون بتالف كثير بتلعب. لا مو اشاعات، انا عم اقول لك من مصدر موثوق يا سهيل، ما بتثق فيني. طيب ماشي، بنروح وبنشوفها، اذا ما عجبتنا ما بنكون خسرنا شيء، بنكون بالعكس
كذبنا غدا. سهيل، بدك نصيحتي؟ انت ما بدك معلمة، انت بدك موظفة مثلك كنا ويا عيني يا عيني اذا كانت موظفة معك بنفس الدائرة، والاحسن تكون موظفة معك بنفس المكتب، هيك انت بتفهم عليها وهي بتفهم عليك. مضبوط، معك حق، كلامك كثير صحيح، وانا بالعكس انا مو ضد ابدا، معك حق. بس وينها هي المخلوقه؟ وينها عم دور عليها مثلاج وفطيره ما عم لاقيها. انت دليني عليها وانا بروح ازحف لعندها. ولك انت شو الخبز مخبوز والمية بالكوز. متخانقه هي وامها ما في مجال. شو اينشتاين حبيبتي. صارت 10:30 انسه. وإذا شو اذا وعدني الساعه 10؟ عادي، مو واعد نابليون بونابرت حتى يجيك على الدقيقة. منو هذا نابليون بونابرت؟ شو يعني بده يكون اهم مني؟ ما انا كمان عندي مشاعر واحس. عرفته تبع وترلو. نحن مثله كمان على طول وترلو عنا مقطوعه. مع احترامي إلك بس مو مستاهل المدير العام يفيق قبل بنص ساعة مشان حضرتك. لك يفيق ما يفيق يصطفل يوعدني بعد ساعه هو. مين حضرتك حتى تحاسبه؟ يا جماعة الرقابة والتفتيش ما بيسترجوا يحكوا هيك حكي على المدير. انا بسترجي لاني مواطن ولي حقوق ولقيت حقوق الانسان هيك بتنص. ما بصير يفضح المواطن هو. حاضر استاذ. شلون قلتي لي نايم وبده يفيق؟ شو عم ينام هون؟ قولي له انه لحظه. حاضر استاذ. خبريه انت انه انا هون. هلا بفوت له القهوة بخبره. اسمعي لقلك بجوز يحب يشرب القهوه معي. اوف كل هيك جنابك مهم؟ شو شايفه مغسول قدري مهم ولا مو مهم؟ شوفي يا بتخبريه يا بفتح الباب وفوت لحالي. استنى شوي. ايوه. شو هي نايم هون؟ نسيت اسالها هي وين عم تنام. هون. صباح الخير استاذ عادل. صباح النور. هلا ليش اصواتكم طالعه؟ استاذ في واحد برا اسمه سعيد، لسانه طويل وعم يكبر معي بالحكي. اخ يا هلا، هدول الناس ما بينعطوا وش. معك حق استاذ. بس واحدهم يحس حاله مدعوم ما بيعود يتحبك. استاذ شو قول له؟ خليه يفوت واحسبي حسابه بالقهوه. حاضر استاذ. صباح الخير استاذ. صباح الخير. اهلين سعيد، فوت استريح. ان شاء الله بتستريح بالجنه استاذ. لا تواخذنا بس انا موجود هون من الساعه 10. ايه ما تاخذني، هلا بكتب لك اعتذار خطي. لا مو هيك قصدت عدم المؤاخذه، بس قصدت اني جيت على الموعد انا. تمام. انت مواعيدك انجليزيه. لا مو قصه انجليزيه وفرنساويه، بس الواحد ما بصير يتاخر على سياده المدير العام. ايه بلا تفنيص، حاجتك بقى. شوف انا بصراحه حابب اخدمك وساعدك، مو من شان شيء، بس لانه حسان اخو مرتك هو صديقي ورفيق عمري. يا سيدي كتر خيرك. خليني كمل. الله لا اسف استاذ اسف. شوف سعيد، انا رح سلمك شغله، اذا عرفت تستغلها بتصير مزراب ذهب. بس في مشكله. مشكلة شو؟ شوف سعيد، انت انسان موثوق كثير بالنسبه لإلي، ولذلك رح احكي معك الامور على بساط احمدي. ان شاء الله بنكون عند هالثقه استاذ. لازم هيك يكون سعيد، صار بيناتنا خبز وملح. الله وكيلك، لا كمشت ايده ولا حكيت معها كلمه برات الطريق. ظريف. اسمع، انت بتعرف قسم المشتريات عنا بالمديريه ما هيك؟ طبعا بعرفه، ورئيسه الاستاذ عبود رجال قمه. حاجه بقى قمه وقاعده. اسمع، هذا زلمه لوح. شو هالحكي؟ شو لوحه؟ مثل ما عم قل لك. هلا انا يا حزرك قديش راتبي؟ عجزت. ها عجزت يا سيدي. انا راتبي بالشهر 15,000، وانت بتعرف بحكم وضعي الوظيفي قديش عم بصرف حفلات واستقبالات، ما بكفي. شو يعني موت انا اولادي من الجوع؟ يا سيدي كلهم موظفين بالهوا سوا، رجلي ورجلك بالفلقه، بس العصايه ما بتجي غير على رجلي. ايه سعيد، انت بتعرف اذا ما بلصنا من هون شوي من هون شوي ما منعيش. بس عفوا استاذ، انا ما فهمت شو علاقه عبود بقصه بلصنا هي.
يا رجل غلطنا وعيناه ومن يوم اللي عيناه كل الموظفين بقسم المشتريات والموظفين الثانيين صاروا من ذوي الدخل المحدود أخي سعيد. ليش شو كانوا بالاساس؟ قبل ما يجي عبود أخي سعيد كانوا يفيدوا ويستفيدوا. طيب يعني استاذ انا شو دخلني بكل هالموضوع؟ شوف سعيد، باعتبار حسان أخو مرتك صديق كتير، أنا حابب ساعدك وكنت بدي سلمك رئيس قسم المشتريات، بس ما عندي حجة أحلقله لعبود، مشان هيك بدي سلمك نائبه وأنت وشطارتك. اسمح لي ما فهمتها، شو علاقة شطارتي بالقصة؟ يعني احفر له كوكش من تحته، طق له براغي قد ما بتقدر سعيد، ايه وبس نمسك عليه شي شغله ساعتها منطيره. عفوا استاذ اسمح لي، انا الشغله ما بحب اشتغلها. لك سعيد انت مو لوحدك هنيك عندكم بالمديريه في ناس كتير معك، ايه نهاد ونزار، في كذا شاب من الشباب الطيبه انا فرغهم مخصوص مشان يحفروا تحته ويطقوا له براغي. انا مو هيك قصدي استاذ، انا قصدي اقول لك انه هالشغله ما بشتغلها لانه الاستاذ عبود بقدره لانه قمه. روح لك انا ارجع اشتغل بالكازينو، ليش جاي لعندي؟ ايه شو عليه؟ تأمر شيء استاذ؟ بدك اسمع، نحن لانه بنحبكم بدنا نساعدكم ونفيدكم، بس انتم بتحبوا عبود لانه بيقطع رزقكم، على قولة هداك المثل، القط ما بيحب غير خناقه. وانت الصادق استاذ عادل على قولة المثل، فارة نطت قدام القط، قال للقط اسم الله، قالت له انت بعد عني وانا بألف خير من الله. السلام عليكم. لك شو هالناس هي؟ واحد شلون عنده هذا الصبر وهذا الجلد لحتى يتم شريف؟ صباح الخير. صباح الخير. اهلين استاذ سعيد، اهلين وسهلين. شو جابنا على بالك؟ المدير العام. المدير العام؟ ايه نعم، هذا يا سيدي كان مقرر يحطني نائبك. شو استاذ سعيد، انت كمان صاير من الشله؟ انو شله وانو رابوب. شله المدير العام ما في الا بيبعث لي موظفين حراميه وبصفي لي الموظفين الشرفاء. هلا انا وش حراميه، هو هيك كان بده بس انا ما وافقت. انا جيت حذرك. من ايش بدك تحذرني؟ هذا يا سيدي المدير العام كان بده ياني نائبك مشان طق لك برغي. وانت وافقت معه؟ لا يا عبود الله يسامحك، انا اصلي تربيتك، بس انا جاي حذرك من 3 موجودين عندك عم يطقطقوا لك براغي. مين هن؟ يا سيدي عندك ناصر جليلي واويه، وماهر واويه، وعلي واويه، ابو عماد وسامر واويه، كل الواواوي اللي عندك هون شغلتهم يحفروا لك بس. ايه هدول يطمروا الحفر تبعهم بالاول قبل ما يحفروا لي. المهم انا قلت لحالي بحذرك مشان تدير بالك وتقطع جنس الواواوي من المديريه ومن القسم من عندك. والله كتر خيرك يا ابو سعود، هلا صرت بعرف بتصرف، والله ما راح خلي ولا واوي بهالمديريه. بتعجبني. وهذا يزداد استقرار ومأمين مختلف الأقطاب كلها مأمين. مرحبا سلوى. اهلين رامي، فوت. علاء هون؟ ايه هون تفضل. يلا. علاء. علاء. ايوه. رامي. مرحبا علاء. اهلين رامي. كيفك؟ تمام. كيفك انت؟ تمام. يا اهلين رامي. أنا فايتة أدرس جوا. لا سلوى ما في داعي، اصلا انا جاي اخذ علاء ونروح ندرس عندي بالخيمه، يعني ما رح نعطلك. ما بتعطلوني، أنا بحب أدرس بغرفتي. احنا 5 دقايق بالضبط ورايحين، خلاص خليكي هون. هدو 10 دقايق ما بيأثر، أنا بحب أدرس بغرفتي. مثل ما بدك. سلوى عاملين لنا 2 شاي قبل ما تروحي. ايه والله. وليش ما تعمل شاي لحالك صغير؟ كنت متوقع منك هالجواب، انت بالذات سلوى النايحة. ايه يا رامي، سلوى النايحة بتكرهني انا بالذات. علاء النايحة بعرف مبين بعيوني، كل شي بينقرا وكل شي مكشوف. رح اتعقد يا رامي مع بيت النايحة، حاسس حالي دخيل. اذا انا مو من بيت النايحة قالوا لي لكون من بيت تاني. ليش هيك عم تحكي؟ ما حدا بكرهك. ما عم بحكي عنك بس، انا عم بحكي عن الكل. ايه الكل بيشتروا القميص بيلبسوا ابي سعيد، بياخذوا لاخي حسام بزتوا زت لعلاء النايحة. البنطلون بيلبسوا ابي سعيد بيعطوه لاخي حسام، بيرحشوا لحج لعلاء النايحة. الجرابات سعيد حسام علاء النايحة، اخر شي حتى شو اسمه سعيد جمال. خلص لا تحكي هيك. شلون قهوتك؟ ما بتفرق. حلوة. علاء ما بصير تحكي معها هيك، اختك هي مو حلوه.
لك هي اختي سلوى وانا بعرفها، اذا ما فتلت لها زنبرك الدموع والاشجان والاحزان لا بتخدمك ولا بتشفق عليه. شبه بسرعه بسرعه يا سلوى بسرعه، علاء النايحه عم ينظر. مرحبا. اهلين. والله الاستاذ حسان الابريقي وين عرفتوه؟ من هون من هون. شكرا. العفو. صباح الخير. اهلين اهلين صغري، تفضل. الله يزيد فضلك. شلونك اليوم؟ الحمد لله منيح. شو بتشرب؟ ما بدي شيء سلامتك. لا ما بصير، يلي بيجي لعندي لازم يشرب. تحب تشرب قهوة، شاي، زورات؟ كاسة زورات بيمشي الحال. هلا بوصيلك على زورات. بدي اسالك سؤال. سال. يعني لو فيها سألة، هلا انت اذا بتستاجر شقة مفروشة مو ارخص لك من هالاوتيل لك حسان؟ لك يا بني ادم، هذا الاوتيل الي، يعني انا ما بدفع مصاري. هلا عم بحكي عن جد ما عم بمزح انا. وانا عم بحكي عن جد. ومن امتى انا؟ من 10 سنين. إيه ما معنا خبر نحن؟ يقول لك يا عمي اذا كل واحد بده يعلن ويقول لكل العالم شو معه مصاري شو بيشتغل، بحياته ما بيصير معه فرنك. لك يا سعيد، انت بتعرف بزمانه ليش وقفت ضد جوازتك من اختي جمانة؟ بتتذكر؟ كل اللي متذكره انك قلت لا وبس، اما ليش ما بعرف. يعني لولا ابي الله يرحمه جمانة كنت بتعرف وين هلا؟ وين؟ بلندن. وانا كنت اختصرت نص الطريق لحتى كونت الثروه هي. بتعرف لمين كنت تتجوزها؟ لمين؟ للمرحوم فايز ابو الجعود. كان عنده اموال، كل هالاوتيل اللي شايفه قدامك ما بيسعها. جيب لي فنجان قهوه مره. بس على علمي انه فايز ابو الجعود كان قد ابوها اذا مو اكبر. ايه انا خصوصي لانه قد ابوها حتى ما يطول عذابها معه. ليك المرأة اللي اخذها هلا بتذبح بضفرها. كنتوا قولوا لي كنت ما قطعت برزقها ورزقك. هلا خلينا بموضوعنا. هات لشوف قل شو صار معك عند عادل؟ هذا صاحبك الاستاذ عادل بده يشغلني جاسوس، مو شغله محترمه. شايف ليش انا ما بحب اعتمد عليك؟ لانك ما بتعرف تنتقي مفرداتك مثل البشر. عادل اتصل فيه وحكى لي الرجل بده اياك تتعاون معه لحتى ترجعوا الحق لنصابه، مو شغلك جاسوس. إيه انو حقه وانو نصابه؟ الاستاذ عادل صاحبك بده يشغلني ضد الحق. لا مو صحيح، بده العالم تترزق لانه بيعرف الناس معتره والرواتب ما بتكفي، بده اياهم يستفيدوا. بده اياهم يترزقوا بطرق غير مشروعه. مصطفى انت حر. خلينا نرجع لموضوعنا الثاني. شوف يا سعيد، راح اشغلك عندي بالاوتيل، ومشان ما تحط لي حجاج ما راح اعاملك كصهر، راح اعاملك مثل اي موظف ثاني. اصلا انا غير هيك ما بقبل. راح احطك على الريسبشن تشتغل بالليل، واذا بتحب تترك الوظيفه بلاقي لك شغل احسن. لا ما راح اقدر اترك الوظيفه، كلها كم سنه وبطلع تقاعد، وقايمين هالتقاعديه لليوم الاسود. بعرف انه ايامي سودة هلا، بس اكيد اللي جاي اسود منها. هلا انت نقل لي خليني اتعلم على الكمبيوتر. شو بدنا لك انسه؟ حيا لك قصيده من المنهاج تبعكم. مالي حافظان ولا وحده. معناها منوقف اليوم. ليش؟ مالك حافظ حضرتك؟ طب مالك قصيده لنزار قباني؟ لا نزار قباني لبعدين، بدي قصيده من المنهاج تبعكم. طيب خلينا نلعب لعبه ثانيه اليوم. لا تحفظ قصائد وبعدين بكره بجي لعندك. طب مشان الله عليك. شو بدي قاعد تساوي؟ مالك حافظ شيء؟ بحفظهم ب10 دقايق، هي وعد مني. لا 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 لا، تحفظهم على مهلك، ومو قصيدة واحدة 3 حد أدنى. يلا خاطرك لبيب، طلع مشوارنا على الفاضي اليوم. الله معك انسه. شكرا حبيبي. مشان الله بكره على الطاولة. إن شاء الله. شو قلتي جمانة؟ خلص الدرس اليوم؟ اليوم خلص. شو بدقي على السريع؟ لبيب صاير عم يفهم على السريع، ما في داعي ناخذ وقت زيادة عن اللزوم. عم تجامليني ولا عم تحكي عن جد؟ لا أكيد ما عم جاملك. على كل مثل ما بيقولوا المي بتكذب الغطاس، جاي الفحص. شوفي، إذا أخذ علامة منيحة بالعربي، إلك مني شو ما بتريدي.
انا بيهمني انه ينجح وما بدي شيء منكم غير سلامتكم. بدي اعمل له حفله مطنطنه اذا نجح، حتى ولو شحط بيني وبينك، المهم يطلع من هالدوره. ان شاء الله ان شاء الله. يلا عن اذنك. الله معك، مع السلامه. سهيل، سهيل. خير افتكار. سناء، سناء. آسف ثناء زلت لسان، بس كنت هيك كنت سرحان. بسيطة ولا يهمك. سهيل، شو رأيك نقوم هيك نشرب لنا فنجان قهوة برا امشي؟ ما بحسن، خلينا نشربها هون بالمكتب، بنناديله ليونس بجيب لنا اياها للقهوه لهون احسن، لانه هلا سعيد بده يجي وياخذني لبرا. لو بده يجي كان اجا. ما بصير ما يجي، سعيد وعدني عازمني على الغداء بده ياخذني معه. ايه قوم انا بعزمك على الغداء. لك يا عيني يا روحي يا بالمناسبة سمعان غنية نجوى كرم روح 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 روحي؟ لا سمعان تبع حط اصحابك بالغربة، اصحابك لو بتغربة لهون. ايش عم تكمل لي اياها كلها؟ لك لا مو هيك قصدي، بس انا قصدي انه هي الفرصة، هي الفرصة الوحيدة بقى الأخيرة بحياتي، بجوز تكون ما بعرف، خلينا نشوف المخلوقة. إيه حتى 60 جهنم إذا من هلا بدها تتحكم فيك، عمرينا تصطفل في مليون وحدة بتتمناك إلك أنت. معلش بركي أنا هيك هلا مرة يعني رحت وشفتها هيك وأعجبت فيني وأعجبت فيها ومفكت عقلتي بقى. لا سعيد ما بيجي من ورا غير الوخم، وما بيهدي غير على الوخم، ما لقيت تفك عقدتك إلا عن طريقه سهيل. وعدته روح لعنده خلص، ما عاد بقدر، ما عاد في فكة. يعني بس روحها؟ مو ناوي شي بعدين مشان نهلا؟ إذا طلعت وخم مثل ما عم بتقولي، لا ما بساوي شيء، بضلني عزابي بقى أحسن. شو ما عندك ثقة بكلامي؟ لو ما كانت وخم ما كنت قلت لك شو أنا بدي يجيب الكلام من عندي؟ طيب خلص ماشي بنشوف. لك صارت الساعة 2:15، لو كان بده يجي كان إجا يا سهيل. مو ربع ساعة، 2:05 وربع، لو بيحترمك ما كان تأخر لهلا، بعدين المتعارف عليه بروتوكوليا إنه اللي بيعزم الثاني على الغداء بيجي لعنده قبل الغداء مو بعد الغداء. مضبوط فشيني بالساعة. لك هلا يلا. ماشي خلص، مثل ما بدك بنروح بنشرب قهوة بشي محل. قهوة؟ مفكرني مثل سعيد أنا ما بحترمك أو مو شايلتك من أرضك؟ إيه والله مالي عازمتك غير على الغداء. ماشي بس نستنانا 5 لك امشي. سهيل، شو أطيب أكلة أنت بالنسبة إلك؟ أنا ما بتفرق معي، هلا بنشوف شو في بالمطعم وبنطلب. لا يا هلا أول ما بنفوت على المطعم بتسأل على الأكلة اللي بتحبها، إذا ما لقيناها بنغير المطعم، مالنا مضطرين معنا وقت كتير. ما مشكلة خلص بنشوف شو في عندهم وبناكل خلص. لك أنت إذا بدك لبن العصفور لازم نروح على المطعم اللي فيه لبن العصفور. ها الله يجيب لي محبة يونيتشي. الله يخليك أبو طارق. عمرك شو غليظ، تحبك عقربة ب7 روس و10 ذناب، مو معقول هالناس، مو معقول كل ما بيشوفوا اثنين واقفين بفسروها تفاسير وما تفاسير، ما بيفهموا انه العلاقة أخوية. إيش الأسانسير؟ امشي. هلا ما هلا سمر له بس وين اخطعين؟ الله لا كان جاب الغلا. لا تواخذوني بس صاير حادث عن محطة الحجاز، مقطوع الطريق من قدام ومن ورا. يلا سهيل يلا. أنا بدي أمشي معه، بدك شي سنة؟ لا سلامتك مع السلامة. تعي نوصلي. لا شكرا معلش بدي روح على البيت. إذا بدك روحي معنا. ما بدي روح معكم يا أخي، جاية على بالي أتمشى. أنا بقنع ثناء، خلينا نوصلك على البيت. ما بدي، جاية على بالي أتمشى، ما سمعتني. حدا بيا ثناء بيتمشى هلا بطقة هالجو. أنت أخو من رأي شيء، أنا جاية على بالي أتمشى. خلينا نمشي بقى مثل ما بدك، بكره بنتغدى. إيه بكره. سلام ثناء. مع السلامة. باي باي.
شلون شكله؟ شايفته انا شي مره؟ انا ما عم اتذكر شكله منيح، يمكن شايفته يا مرتين يا ثلاثه، بس على حكي سعيد شاب قل معي، طول وعرض واحلى شيء فيه منطقه. طيب خبرتوه انه جاي لهون مشان يتعرف علي ولا بدكم تخلوها صدفه؟ لا يو مثل ما خبرناكي خبرناه، معقوله يعني؟ طيب شمي لي هالريحه اللي حاططها حلوه؟ ممتازه، معقوله انت تحطي شو من كان؟ وهالطقم شو رايك فيه؟ حلو حلو، مثل عرق الزنبق خزيت العين. طيب اقول لك ما كان لازم البس قصار؟ لا يو شو قصر، غطي غطي خليهم مسترين. يعني قلت ببرز جمالي مشان اعجبه، خايفه يكون ما بيحب هيك. حاجه نهلا، مين هو لحتى يتعنطز؟ شايفة الموظف، كتر خيرك اذا رضيتي فيه. مشي معي على الصالون، قربوا يجوا لانه اسمعني منيح، خلص انت سبقني هلا انا بلحقها. ليش لحتى اسبقك؟ ما حلوه فوت لجوا وايدي فاضيه لا جمجم هيك مالك ولا تعال الا مو لحتى تتفقوا بالاول. خلص طالما هي ما عندنا شروط انا موافق. معلش ما على لك تاخرنا على الغداء، شو بدك موتها من الجوع للمخلوق؟ ما رح بقول انتوا سبقوني اخي، تغدوا ما تنتظروني، انا رح اروح هالمشوار صغير ومشي. لو حكيت كنا اشترينا بطريقنا. هلا اتذكرت. اي طيب خلص فوت، بلا ورد بلا بطيخ فوت. ما قبل ما فوت اذا زعلت لاني ماني جايب ورد بتقلنا لمرتك تحكي لها انه سعيد هو اللي ما خلانا نجيب ورد. انطفي سهيل، بهدلتنا. شد حيلك لشو؟ تعال هون، شد حيلك. يلا فوت قدامي. شد حيلك شباب. يلا زميلي انت، شد حيلك. مرحبا. اهلين، ليش تاخرتوا؟ الحق علي، سهيل ما بيعرف البيت وانا تاخرت عليه. نهله صديقتي الحميمه وزميلتي بالشغل. سهيل صديقي الحميم وزميلي بالشغل. تشرفنا. إلنا الشرف. وين الغداء؟ جاهز، تعال ساعدني سعيد. يلا. وين الاولاد؟ علاء عند رامي وحسام طلع يغير جو وسلوى بغرفتها. انت فهمتيها لرفيقتك انه سهيل موظف وحالته على قدها؟ فهمتها. شو قالت؟ شو بدها تقول يعني؟ هي ما لها مصدقه حدا يطلبها، حتى لو كان امي ما بيعرف لا يقرا ولا يكتب ما عندها مانع. بتعرف شو قالت لما حكيت لها على اخوك ابو زهير؟ شو قالت؟ قالت يا ريت صايره معي هاي القصه. ليش ما بتعرف انه ابو زهير قد ابوها؟ بتعرف بس من قله الرجال ما عادت فارقه معها. انت بتعرف انه نص المعلمين والمعلمات عنا بالمدرسه عزابيه؟ والشغل عنا نفس الشيء. ان شاء الله تزبط. اذا ما زبطت هالمره نهله بدها تتعقد. لا تكلي هم، اذا سهيل ما زبط معها بجيب لها غيره. 100 عريس تحت ايدي انا وكلهم عزابيه. هو بصراحه كنت اعرفها على عصام، بس لقيت سهيل مستقتل على الجواز، قلنا سهيل ابدا، عصام مو مستعجل. يلا ان شاء الله تزبط. اذا مشي حالها مع سهيل منجيب عفاف لعصام، هديك كمان بايره. مو ملاحظه جمانه انه عم نشتغل بمصلحه جديده نحن؟ يبعت لك. استاذ سهيل، يا نعم. احكي لي نكته. نكتة؟ نكتة أنا مالي حافظ، بس إذا بتحبي بقرا لك قصيدة. ليش تكتب شعر؟ إيه أنا بكتب شعر منذ نعومة أظفاري، بس بكتبه للمتعة الشخصية فقط. شو رأيك أقرا لك قصيدة هيك حلوة ورومانسية وناعمة كثير؟ اقرا لي. القصيدة بعنوان نقطة على آخر السطر. حلو العنوان. بس القصيدة أحلى بكثير، اسمعيها. سأعود إلى غرفتي المظلمة، سأخلع ملابسي وجواربي وابتسامتي العذبة،
ثم سأخلع حروف اسمك عن عورة روحي المعذبة. أتدثر بغطاء وحدتي القاسي، ثم أفتح بابي للريح، للأشجار، للموتى، للأحياء، للذباب، للكلاب، للقرود السود، ثم أصفقه عندما تأتين في وجهك اللاذع وردي. ليش معقدة كل هالقد؟ هي القصيدة لأنه اجت بعد قصة حب فاشلة. مو كاتب غير هالقصيدة؟ يي كاتب كتير. اسمعي، هي اسمها موعد. هاد لشوف. من الفصول ينقص الفصل الخامس، من السنة ينقص الشهر 13، من الشهر ينقص اليوم 32، ومن اليوم تنقص الساعة 25، من الساعة ومن الدقيقة تنقص المساحة 61. هكذا كما ترين من الزمن ينقص الوقت الذي يجب أن نلتقي فيه. هي كمان بعد قصة حب فاشل؟ لا، هي كتبتها لوحدة كنت حبها وما كانت تزبط، بس لازلت لحد هلا بحبها. وليش ما زبطت؟ متجوزة مع الأسف، ولهلا مو عندها 4 أولاد وحامل بالخامس. إذا هلا جوزها بيطلقها أو بيموت بستعد هلا اتجوزها. اوف، كل هالقد بتحبها؟ ومستحيل حب وحدة تانية قد ما حبيتها. بتعرفي كل مرة بقارنها فيها بقول لحالي هي مرة وميسة مرة اسمها ميسة. ميت السهيل، لا حس ولا خبر. حكيمني منهم، حاكيني بالاول. اكيد الاوتيل لاخي حسان؟ اي نعم لاخوكي. انا كنت مفكره انه ما عنده غير هالاربع 5 شاليات عم يرتزق منهم. ايه طلع بكل بلد عنده كذا شاليه، بطرطوس، ببانياس، باللاذقيه، براس البسيط، براس الخيمه، شو بيعرفني؟ ومنين جاب كل هالمصاري؟ رزق ابي ما بكفيه. ما بعرف، بلكي اخوك اللي بامريكا بعت له. يا اخي اللي بامريكا ما معه حق تذكره يرجع. مو على اساس بيت الاماريه انتو. ستي الله يرزقه. يا الله يرزقه، انا مالي زعلانه بس محتاره. لا تحتاري، هلا خلينا نقوم نشوف الجماعه وبعد الغداء لازم نتركهم شوي مشان نتقن المصلحه الجديده تبعنا. ان شاء الله يكون مشي الحال. ان شاء الله. شو وين هلا؟ ما بعرف، كنت عم بقرا لها القصيدة الثالثة ما لقيتها غير حملت حالها ومشيت. لك قصيدة شو؟ قصيدة زجل بعنوان لقاء بهوي. بالظاهر ما بعرف شو القصة، يعني بالظاهر هي ما بتحب مثلا الشعر المنثور وشعر التفعيلة. قد ايه صار لها رايحة؟ صار لها بالضبط 3 دقايق ونص و5 ثواني. يلا جمانة لحقيها اعتذري منها ورجعيها. لبين ما البس بتكون صارت بالبيت، بعدين بشوفها. أنا إذا زعلتها بشي يا جماعة بترجاكم اعتذروني منها كثير. هلا خلصني، بتبقوا بتعتذروا من بعضكم بعد ما تتجوزوا. أنا رح رتب لك موعد جديد. لا دخيلك، ما في داعي، إذا الشغلة من أولها هيك معناها عرف شو السبب بالاول وبعدين حكم. مبينة ما حبتني. يلا سهيل شرفوا على الغدا هلا. جمانة نادي لسلوى. لا دخيلك ما بدي اتغدى، ما عاد لي نفس بالمرة. نحن عازمينك على الغدا منشان نطعميك نحن. لا معلش، شكرا كثير مدام، انا اصلا مالي نفس. خليها لفرصة ثانية، شكرا. اسأل لك اياها بعدين ليش راحت؟ لا تسأليها ليش راحت، معلش بس اعتذري لي منها اذا انا كل قلت لك جيب لك مال الذنب. لك جمانة معقول انت كلك رفيقة لا تتذوق الشعر؟ هو كمان ضروري يقول شعر؟ سلوى؟ نعم ماما. تعي من كلي تعي. بس اسمحي لي، رفيقتك مو خرج رومانس، مصروعة رسمي. بابا رفيقك المصروع مو الانسه نهله. ليش رفيقي مصروع؟ شو عرفك انت وليه؟ جايبين له اياها ليتعرفوا عليها، قاعد يحكي لها قصايد للنسوان تانيين. يو مو عيب عليكي تسمعي على حكي الناس؟ بالصدفه كنت طالعه اشرب مي، انت سمعته عم يقرا لها قصايد. تاني مرة حتى لو بالصدفة بترجعي لغرفتك بتنضبي وتسكري الباب، فهمتي؟ اذا بدكم تجمعوا شمل العالم لا تجمعوا هون ببيتنا وتحبسونا بالغرف.
قومي تعشي ماما. ما بدي اتعشى. لك شو بكي؟ لا غدا تغديتي ولا عشا بدك تتعشي، شو ناوية تموتي حالك؟ ما حدا دخلوا فيني، انا بالغراج ما حدا دخلوا فيني. طيب قولي لي شو القصة لك امي؟ ما مبينة مثل عين الشمس، اشكر خبر مبينة جبني. يعني سهيل؟ ايه سهيل. شبو؟ رايح يتعرف على وحدة تانية امي. لك حده 60 جنة يتعرف، شو بدك فيه؟ امي انا شبني لحتى ما عم يتصني. لانه اعمى ما بيشوف. لا ماله اعمى وبيشوف، لو ما كان بيشوف ما كان شافها لنحلة، مع انه ما بيعرفها وقلبه دقلها. كل معروض مرفوض، واللي بيعرض بضاعته بتكسد. انت الحق عليكي. ليش شو عملت انا؟ عم تزتي حالك عليه زاد، عم تندلقي عليه. اعملي حالك مو شايفتيه حتى يشوفك، اطلعي عليه من فوق، لك حاكيني الراس مناخيرك. شلون؟ شوفي لك بنتي، بس تفوتي على المكتب قولي صباح الخير بدون ما تلتفتي عليه، واذا حكاكي هو ردي عليه بدون ما تلتفتي، ولا تعزميه على شيء، ولا تحكي معه، ولا تتبسمي بوشه، ولا تحكي له عن حالك، لانه الرجال متى ما شاف اسنان المرأة بتصد من عينه. اصلا امي كل هالحكي ما عاد ينفع، هلا بيكون قاعد هو وحبيبة القلب.